بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا اصحاب، عاملين ايه؟ النهارده هعمل لكم حاجه حلوه فاخر من الاخر. هعمل لكم كنافه بالموز والكراميل، مقاديرها بسيطه ولذيذه جدا، وكمان كنافه بالفراوله وبالجيلي. متنسوش يا اصحاب اشتراك في القناه، ونضغط على زر الجرس للكل عشان نوصلكم كل جديد. أتمنى الفيديو بتاعي يعجبكم، ونافة سهلة وبسيطة وهتعجبكم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم يا حبايبي في مطبخ زوز. هدير معانا بقى نص كيلو كنافة، طلعها من الفريزر ونعملها كده، أو ممكن تضربيها في الكبة. هنا كوباية سمنة بلدي. معايا حبايبي كده كوباية من السمنة البلدي، ومعايا 3 معالق كبار سكر بودرة أو ربع كوباية صغيرة. طبعا حبايبي احنا منعمين الكنافة بتاعتنا، كنا طبعا مخرجينها من الفريزر، ممكن تدعكيها بإيديكي أو تضربيها في الكبة. هنصلي كده على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنزل بقى حبايبي دلوقتي بالسكر. بسم الله الرحمن الرحيم. هنقلبهم في بعض كده، وبعد كده حبايبي نضيف السمنة. غلفنا كده الكنافة بالسكر، نقلبها كده بالسكر يا حبايبي لغاية ما السكر يختفي. انزل بالسمنة شوية بشوية. قلب الكنافة كده بالسمنة كويس، لو احتاجت هتضيفلها كمان. زي ما احنا شايفين حبايبي كده بغلف الكنافة كويس، بدعكها كده بالسمنة، ولو احتاجت كمان حبايبي بضيف لها. زلت حبايبي كمان بشوية من السمنة، وبقلبها برضو بدعكها ببعضها. ولو انت مكملة معايا لحد دلوقتي الفيديو، ما تنسيش اشتراك ولايك للفيديو، وتضغطي على زر الجرس للكل عشان يوصلك كل جديد من مطبخ زوزو. اهم حاجة حبايبي نغلف الكنافة بتاعتنا بالسمنة كويس. انا حاساها لسه محتاجة سمنة، فبضيف لها شوية كمان. هي خدت مني بالظبط كوباية الا ربع سمنة. ضفنا الكنافة بتاعتنا كويس كده بالسمنة. نشوف الخطوة اللي بعد كده ايه. معايا حبايبي كده صينية مقاس 32. هننزل بقى بجزء من الكنافة كده. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنفردها. هنفردها كويس كده ونعمل لها حرف عالي كده شوية. بنوزع كده حبايبي الكنافة في الصينية، بنفردها عشان كلها تبقى بسمك واحد. وطبعا بنعمل لها حافية كده من الجناب، بنعلي الجناب بتاعتها بالشكل ده حبايبي، وبنضغط عليها كده بصينية تانية. جبت كيسة كده حبايبي وبصينية أصغر، بنضغط جامد كده عشان تبقى متساوية. راحة فين يا بطتي؟ ما تسيبنيش وتمشي. ما تنسيش لايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. اللايك بتاعكم جميل كده، وكومنت حلو زيكم حبايبي. طبعا احنا زي ما احنا شايفين حبايبي كده فردناها كويس جدا، وبقت زي ما احنا شايفين كده حبايبي في منتهى الجمال. هتدخل بقى حبايبي الفرن على الرف الوسطاني حوالي ربع ساعة كده، تاخد اللون الذهبي الجميل، وبعدين نطلعها. حبايبي الخطوة اللي بعد كده، معايا كوباية من السكر، و5 صوابع من الموز، ومعايا ليموناية. هنقشر بقى كده حبايبي الموز ونقطعه حلقات بالشكل ده. هنقطع كل كمية الموز اللي معانا بالشكل ده حبايبي، وبعد ما نقطعهم هنعصر عليها الليمونة عشان طبعا الموز بتاعنا ما يسودش. متنسوش يا أصحاب اشتراك في القناة وتفعيل الجرس للكل. لايك لايك لايك. كده حبايبي انا خلصت تقطيع الموز كله زي ما احنا شايفين بالشكل ده. هنعصر بقى حبايبي عليه الليمونة علشان طبعا احنا عارفين ان الموز بيأكسد بسرعة. بنقلبه بالشكل ده حبايبي. الخطوة التانية بعد كده حبايبي بقى هنطاس على النار كده، نار متوسطة أو هادية. حطيت كده كوباية السكر حبايبي عشان أكرمل السكر بتاعي، أعمل الكراميل.
انا هحطها ومش هاجي يمها خالص. بدأت احمر اهي من تحت، السكر يلون، بتهزيها بس، ما بجيش يمها خالص دلوقتي. كده السكر بتاعي كرمل، بقلبه بقى حبايبي. كده حبايب قلبي السكر كرمل معايا خالص اهوت، داب خالص ومفيش اي تكتلات ولا حاجه. هنزل حبايبي كده بمعلقتين من الزبده، وطبعا ناخد بالنا كويس جدا واحنا بنعمل الكراميل لان لسعته وحشه جدا. هنزل بقى حبايبي بالموز بتاعي كده. كده حبايبي انا نزلت بالموز وبقلبه كده في الكراميل، بنقلبه كده كويس، وطبعا النار بتاعنا هاديه خالص. هغطيه بقى حبايبي لمده دقيقه كده، وهنشوف هنعمل ايه في الخطوه اللي بعد كده. الكنافه بتاعتنا حبايبي خرجت من الفرن واخده اللون الذهبي الجميل، بسم الله ما شاء الله. هنسقيها بقى حبايبي كده معلقتين من الشربات او الشيره، انا كنت مجهزاها حبايبي قبلها. ما تنسوش لايك واشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. لايك لايك لايك. دلوقتي حبايبي الكراميل بتاعنا بالموز جاهز. انا ضفت له حبايبي ذره صغيره من الفانيليا. هنعمل دلوقتي الكريم شانتيه. معايا كوبايه من كريم شانتيه الخام، وكوبايه من اللبن المثلج. لازم يكون اللبن بتاعنا فيه قطع من التلج كده. بنضرب الاول كده على السرعه البطيئه، وبعد كده بنعلي السرعه بتاعتنا. زي ما احنا شايفين حبايبي كده الكريم شانتيه بتاعنا جاهز، بسم الله ما شاء الله. القوام بتاعه جميل جدا ما شاء الله عليه. كده حبايبي انا نقلت الكنافه بتاعي في طبق التقديم، ومعايا كده الكريمه جاهزه والكراميل بالموز. هنزل بطبقه كويسه من الكريمه، افردها حبايبي بالشكل ده. فردت حبايبي الكريمه بالشكل ده، ومعايا كمان عملت في بوله كده تانية. هنزل بسم الله الرحمن الرحيم بطبقه كده كويسه من الكراميل بالموز. يعني ممكن تعمليها صينيه كبيره كده او في بولات صغيره نفس الطريقه. هنا برضو حطيت طبقة من الكنافة حبايبي وطبقة من الكريمة، وبنزل برضو بطبقة من الموز بالكراميل بالشكل ده. كده حبايبي انا عملتها بقى روزدات بالشكل ده، شكلته كله. دي عملت صينية تانية، ده تصوير تاني. انا كنت بعد ما عملتها عملت واحدة كمان نفس الخطوات برضو. حتى هنا انا ما نقلتهاش، خليتها زي ما هي في الصينية، وعملت الروزتات كده. بعد ما زينتها حبايبي بالشكل ده، حطيت بقى عليها قطع من الفراولة كده صغيرة، قطع قطع فراولة صغيرة أو ممكن كريز مسكر كده. شكلها بالشكل النهائي بتاعها حبايبي ما شاء الله. ودي حبايبي صينية كنافة برضو بالجيلي والفراولة. بنتي هي اللي كانت عاملاها بس ما صورتهاش، انا صورت المقاطع الاخيرة بس فيها الفينش بتاعها. ما شاء الله كانت جميلة برضو جدا. كانت محمرة الكنافة، وحطت طبقة من الكنافة وبعدين طبقة من الكريم شانتيه وبعدين طبقة من الكنافة وطبقة فراولة. دي بقى الكنافة بتاعتنا، بطل الحلقة بتاعتنا بتاع النهاردة، الكنافة بالموز بالكراميل. تحفة جميلة جدا، هتجربيها وهتدعيلي بإذن الله. ما تنسيش اشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. طعمها بجد خطير جدا. ايه رأيك يا يارو؟ جميلة جميلة جميل. يعني بجد تحفة. ودي الكنافة اللي بنتي كانت عاملاها، هنقطعها برضو مع بعض، كانت جميلة جدا برضو. وده شكل الكنافة حبايبي بعد ما قطعتها، بسم الله ما شاء الله. وطبقة الجيلي بقى بالفراولة في منتهى الجمال ما شاء الله.
جميلة جدا. دي جميلة عجبت جدا يارو جدا. ايه رأيك؟ اللي كانت في الجيلي كانت عجباني جدا جدا. انتوا عارفين بقى الأطفال بتحب الحاجة اللي فيها الجيلي ما شاء الله. الكنافة دي أو دي ما شاء الله في منتهى الجمال. بس قبل ما نسيبكم بقى ونمشي ما تنسوش اشتراك في القناة ولايك لايك لايك، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتقابل ان شاء الله قريب. باي باي. ما تنسوش تشيروا الفيديو لو عجبكم وكومنت جميل كده. ويارو بتقول لكم ما تنسوش تقولوا لي تسلم ايدك يا يارو. ما تقولوا لي تسلم ايدك يا يارو.